قبل ما نبدا الفيديو يا جماعه، انا اباجور، انا بجد انا محرج جدا جدا جدا. يعني انا كل فيديو بقول لكم خلاص يا جماعه مفيش انقطاع، مش هوقف تنزيل وبتاع. حرفيا الفيديو اللي بعده 9 ايام وهتلاقي ده نزل في اليوم العاشر مش التاسع حتى. ولكن اهلا بكم يا شباب في فيديو جديد. انا محرج منكم والله غصب عني يا جماعه. كان امتحانات بقى وشويه لعبكه كده وبتاع. انتوا عارفين كاس العالم بقى، كل سنه وانتم طيبين. ليه هو عيد اضحى كاس العالم يعني ضغطه وقت وبتاع. ولكن يا شباب عدنا اليوم بميمز مره اخرى. هذه الميمز تقريبا ميمز المتابعين او مش عارف دي ميمز ايه. هنخش نتفرج عليها. كودر في صنع بحد الله ورك فضل يوري على الفيديو من غير رغي كتير. يلا بينا على الميمز. ايه رايكم يا جماعه في التيشيرت بتاعت انجلترا دي؟ ايه رايكم في الفورمه اللي تحت تيشيرت انجلترا؟ ماشي يعني والله يا جماعه لسه جاي لي كومنت من شويه، يا اسطى هو انت كنت اتخسيت؟ انا انت زمان كنت عجل. فرحت وحزنت في نفس الوقت. سواء قال لي عجل في نفس الوقت ايه اللي هو. يلا بينا على الفيديو. ماشي، اول فيديو معانا خالد. بصوا انا مش هعلق على اي حاجه خالد يعملها، لاني حد بعت لي من صحاب خالد قال لي ايه ما تركزش مع خالد. انا بحبك خالد، ها استمر في اللي انت بتعمله طالما انت ما بتغضبش ربنا يعني. ودينا مراسي. اوبا هو راح مراسي يا جدعان. خالد راح مراسي وانا لسه يا جدعان والله العظيم ما رحت مراسي ولا هروحها بنسبه كبيره، ما بحبهاش يعني. بس قصدي اللي هو ماشي اخويا خالد يا عم. لا استنى تعالى خد تعالى مراسي ايه ده؟ ده كوبري 45 مش كوبري حتى ستانلي، ده كوبري 45 اللي في اسكندريه. وده يعني اصل انا الحته هناك دي بقعد فيها، او في شارع اسمه اطلس بقعد هناك على القهوه هناك تمام. فايه دي اسكندريه 100%. بس انت بتعمل ايه يا خالد؟ اكيد 100% مفيش عيل هيعدي ببوكسر فاهمني. تخيلوا يا جدعان بقى اللي انت شفته ده. سيبك من خالد حبيبي يا خالد. تخيلوا ده دول بيمشوا كده في اسكندريه تخيل، ويقولوا انتوا ليه بتحبوش الفلاحين؟ ما انتوا دول بيجوا اللي بيحصل عندنا يعني. ولكن ماشي خالد ربنا يهديك خالد، وقبل ما انا اروح مراسي انا كمان. يلا يا اللي بعده. ده في اسكندريه برضو. لا يا جدعان لا. طب بص طيب. فرس البحر، عارفين انتوا حصان البحر؟ مش حصان البحر اللي هو ده، لا مش ده حصان البحر ليترلي حرفيا حصان في البحر. ايه ده ازاي؟ طب انتوا انا عايز افهم في حاجات كتير، في تساؤلات كتير قوي يعني. في اظن ده ضد حقوق الحيوان وضد البيئه وضد حقوق الانسان بقى، ضد كل حاجه، ضد كل القواعد اللي ممكن تتقاعدها في مكان ما. لا اله الا الله. وتقولوا انتوا ما بتحبوش اسكندريه، ما بتحبوش الصيف ليه؟ عشان اللي بيحصل فيه ده. اللي بعده يا عم. الراجل كان مخبي بندقيه جوه. هو ده مش ايه المفروض ايه ده؟ الراجل ابن مخبي بندقيه جوه السرير بتاعه بطريقه عبقريه. وفي يوم دخل عليه 2 حراميه ولاد. انت في ايه؟ انت عنيفه ليه؟ هو ليه بقى عنيف ليه كده؟ الراجل مد ايده فوق السرير وطلع البندقيه مره واحده كانه بطل فيلم اكشن ابن وطلع. هو في فيلم اكشن اسمه ولا هو الراجل ولا انا اللي بس ولا مش فاهم حاجه. في ثانيتين وبعدها رجع السلاح مكانه تاني كأن مفيش اي حاجه حصلت اصلا. مكمل نوم. ده انا اللي محتاج اخش انام والله. اللي بعده بيقول لك ايه بوينت اوف فيو، او عندما منتخب افريقي خسران 16-0 جماهيره في المدرجات. ميمز كاس العالم ده يا جدعان بحبها فشخ. ليترلي حرفيا بجد. او احنا بعد ما نلعب بلجيكا، مش عارف الفيديو هينزل قبل ولا بعد فيديو بلجيكا ماتش بلجيكا، بس ده هيبقى احنا. لا انتوا عارفين احنا هنكون مثلا مرقوعين 5-0 ولا حاجه فاهم ايه في اول شوط، وفي الاعلام بتاع الشوط هنا مصر وهنا قلبي حرفيا. يلا اللي بعد. صحيح يا اسطى بتتفرجوا ايه ده؟ دو يو سي وات اي سي واللوجو بتاع ايجيبت، يبقى هتلاقي فيه بقى حاجه ايه، حاجه فضيحه صح؟ في ايه بقى؟ ايه يا ابويا في ايه؟ هو اظن هو هنا. لا يا ابويا ده خدعه هندسيه ليه؟ عشان حيطه معموله كده فاهمني. فهو ايه؟ فهو يعني البيت من جوه هتلاقيه عامل كده فاهم يعني. البيت هتلاقيه عامل كده ماشي. ما علينا. بمناسبه الخطه الهندسيه دي، ممكن تعمل خطه هندسيه وتنزل تدوس زرار اللايك دلوقتي. هتدوسوا فيه النهارده. اخر فيديو يا جدعان فايرالتوه، ما اعرفش ازاي وصل للارقام عاليه. وصل زي اخر فيديو 12000 لايك في اسبوع، والشرف في القناه عايزين نوصل هنا بقى ايه نص مليون مشترك. يلا بينا على اللي بعد. الدول كلها بتجيب رموزها التاريخيه لما تفتتح بطوله. امريكا جايبه اللابوبو. يا جدعان العك ده. ده بجد على فكره، ده مش اي ده بجد. تخيلوا امريكا يا جدعان ايه بدل ما تجيب حاجه مثلا كده. والله يعني انا في قمه احراج والله يعني. انا حرجت لك يا شيخ والله. مايكل جاكسون الاردني تمام. انت كده عندك روماتيزم انت كده. لا تصدق اللفه حلوه، بس ده مش مايكل جاكسون خالص. يا عيني عليك يا مايكل جاكسون يا ابن اللعيبه. لا حلوه اللي هو الروبوت موفز والله حلو. هو بعيدا يعني هو مش شبه مايكل جاكسون بس بجد بيتحرك حلو. النشيد الوطني لايران. ايه يا عم تكملوا للاخر بقى. انا اسكندراني معلش.
يا جدعان تصدقوا يا جدعان شحتة كاريك عامل زي ميسي لما يشوط دبل كيك اقسم بالله او باكورد والله العظيم. بص والله عامل زي ميسي. حط له بس لقطه ميسي وهو بيعمل الباكورد والله بيبقى شقه قوي. يقول لك ايس كريم سمنت يا لطيف افكاركم بتلعب ببطء. ايس كريم قصدهم ايس كريم بالاسمنت يعني ولا ايه؟ سمنت البناء ايه ده؟ ايه ده؟ سمنت البناء لازم نجربها الحين، طعمها غريب بس رماديه ورهيبه. سمنت البناء الاصلي ده اي اي 100% اي اي. بس يا جدعان استنوا ازاي اي اي هيحط الكالوريز؟ استنى كات سمنت البناء لا يا جدعان اي 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 ليه لما مكتوب ده اي اي ده اي 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 اي. بس تخيل حد عمل ايه المنظر؟ ليه قلب على واحد بيلعب ساكسفون على لا دي مش دي الساكسفون ده اللي هو الفايلن بيلعب فايلن في قعده حق وليه لابس فرده وفرده شراب وليه هو طويل قوي؟ في اسئله كتير قوي في ايه ده؟ طب ايه ده؟ ده في فعلا ساكسفون في بقه بس هو بقه طيب تتنفس ازاي في تيوب؟ طيب حاجه. انا وصلت النهارده اقسم بالله قاع الانترنت من اول البدايه. قال لك بالنسياجا تراش باج لارج ب 1700 لا كيس زباله ب 1790 دولار. يا رب يكون بالطريقه عشان لو دي موضه انا كده معجب بموت. انا كده على فكره يا جماعه انا والعياذ بالله والعياذ بالله بقيت بجيب هدوم باجي. انا اسف بس طب بجيب باجي وديرتي. يعني ايه ديرتي؟ اللي هو بتبقى الجينز كده او ما اجيبه لكم ثواني يا جماعه. قولوا لي تقييمكم يا جماعه، تقييمكم للبنطلون. وبعيدا ان هو قد جسمي حرفيا بس لا هو بيبقى مظبوط عليا يعني. بصوا امي اول ما شفته قالت لي هو متوسخ ولا ايه؟ قالت لي معفن ده قديم بس والله بقى شكله عليا شياكه يعني. خشوا كده اعملوا فولو على الانستجرام. ولكن بقول لكم ايه النهارده اللي هيخشوا فيديو رياكت بس هنزل لكم على جروب الواتساب اللي في الديسكربشن تحت كام صوره كده بالشيك كده قيموها بقى تمام. طبعا هتطلع صور معفنه وهتاخدوها استيكرات. تعرفوا انا اكتشفت الناس كان معمول لي استيكرات اصلا. يلا اللي بعده. انت راجل تاجر غشاش وانا مش هشتري منك. ثانيه هو ليه لايق عليه القط الصعيدي؟ اقسم بالله ايه ده؟ والله لايق عليه جدا. اقسم سيبك من البطيخه يا عم يا جدعان. اقسم بالله شكله بجد فكهاني. شكله قط فكهاني بجد. بطيخ بايظ. ماشي يا عم اللي بعده. حاجه ده كده الدخول يعني. حاج البوكسر باين. البوكسر باين. حاج جستر نفسك. اللي بعده بجد بيضحكني قوي. ولا كان في فيديو الكلب لابس بنطلون وتيشيرت وبتاع وتشوز كان شكله حلو قوي. الاوتفيت بتاعك منين وبكام سعره؟ انا شايفه الشياكه. النفاق فاهم؟ ستوكس اب فاهم؟ في نفاق. انا شايف نفاق. شياكه. قول لي بقى انت بتلبس من عند مين؟ شميز من مين؟ هو يعني ايه شميز؟ انا سمعت كلمه شميز دي قبل كده بس معناها والله ما اعرفه بجد. شميز احنا بنكتشف. اوبا الشاذلي اخويا اللي سجلت معاه فيديو من سنتين. بحبك يا عم. قول لي تاني مين؟ الشميز منين؟ ايه الشميز ده؟ اهو شفت حتى هو مش عارف. الشميز ايه ده؟ اللي هو القميص يعني؟ هو ايه بقى؟ فضل الحمام. بجيب من عند صبحي. طبعا صبحي راجل كبير جدا. طيب والتيشيرت؟ يعني انت لما تقولي تي شيرت يعني لما تقولي تي شيرت بتحرجيه يعني. بكره يا جماعه اللي الناس بيعملوا انترفيوز كده والله. الشميز ده ده بتاع جميل. حلاقين ده. والله دمه خفيف. انت بتشتغل حلاق ولا ايه؟ لا طيب بس حلو برضه. حبيبي. والتراوذر؟ نعم. التراوذر ايه هو التراودر؟ يعني شيل المايك من بقك شويه. شيل من بقك ونسمع شويه وبطل تقول تراوزر. انت كده مش هتبان يعني كده. احنا مصريين احنا بنتكلم عربي. نقول بنطلون عادي. بس اقول لكم على حاجه صدقوا الطقم ده احلى من الطقم اللي كان موجود بتاع بالانسياجا اللي ب 1800 دولار ده. اللي بعده اتيكيت شرب الماء. علمني. شرب الميه ما ينفعش اقدم الازازه ده مش بيشرب الماء ده بيبوس الماء ده بيخطف. عارفين لوحدها كده. ده فرنش كيس. بص الكوبايه مع الازازه ما ينفعش امسك الكوبايه. تعرفوا ان احنا عندنا ديسبنسر في البيت اللي هو بتدوس عليه كده ومنزل ميه وبتاع. تعرفوا ان انا امي لو عرفت الحركه دي هتبهدلني. بس هو ايه بقوم فاتح وقوم لو البتاع بتبقى هنا كده انت بتحط الكوبايه وتقوم شارب. لو عرفت هتنفخني. يلا اللي بعده. والله مبدئيا شابوه للايديتور. ادي مكافاه للايديتور والله العظيم. ساوند افكتات الايديتور بتاعي ما بيعملهاش في الفيديو. اديتور ركب لي دلوقتي 12 ساوند افكت فوق بعض. اتصرف ماليش دعوه. و12 من فوقيهم وصوره خليعه عليا. يلا بلاش حته صوره خليعه دي يا صديقي.
طب تعالوا يا جماعه قبل ما نخلص نتوقع هي بتعمل ايه. تقريبا بالليمون ده هي هتعمل موهيتو، صح؟ صح ولا ايه؟ هو ايه وليه في قطر ورا ومين الحاج ده ومين ده والله ساوند افكتات جامده. بس مش عارفه تريلود. طب انا عايز اشوف الفاينل برودكت. انت بتحطي ايه طيب؟ موهيتو، قلت لكم عيب عليكم. خلاص يا حاج، خلاص هو شكله مغري بس انا مش قادر، بطني وجعتني. يلا اللي بعد. دي مصر صح؟ ده في المعز، ده 100% في المعز يا جماعه. ده مش عامل دماغ، ده الدماغ هي اللي عاملاه. استنى يا جماعه، المشكله ده هحلم بيه. المشكله انا بخاف، عندي فوبيا من الكلاونز، من المهرجين. تخيل هيجي لي كابوس مهرج في مصر بيرقص. دي دماغ، لا دي صاروخ. ده صنف تايواني مظبوط. والله استنوا، اسمه ايه الكافيه ده؟ صاحب السعاده. والله عايز ابقى اروح هناك. استنى، صاحب السعاده الجماليه، ايوه 100% هو ده. قفشته والله. عايز ابقى اروح في يوم من الايام، اقسم بالله. الواضح ان الاجواء هناك ايه. ماشي. لا بص يا فندم، بص. يا جدعان ايه ده ازاي؟ طب انا عايز اعرف ازاي الشباب دي فكرت في حاجه زي كده، ان هو يعمل له انعاش، بس انعاش صدري يبقى لا انعاش يعني. بقاء للأقوى. في ايه؟ اخر حاجه ربنا بيحب هو قالوا البقاء الاقوى بدل بقاء. لا ما تقولش كده، ما تقولش. هو متعود يخدنا دايما كده، هو بيتعولق دايما بيتعولق. قوم يا اسلام. هو اللي فتح رجله، هو كان بيولد ولا ايه؟ قوم بطل. يا ابويا انت بتسلك بلاع. للاسف مش هيقوم. ليه؟ عشان نايم على مرتبة تاكيو. لا حلو. ماشي اللي بعده. واحد معتوه شبه ده بقى عندي احساس انه ممكن يدخل الجنه من كتر الناس ما بتغتابه. مفيش عنده دم. مين ده؟ بضعه الحياه اللي زي ده مش هيقضي نقل دم، ده عايز 7 براميل من بتوع الغله. هو مين ده؟ يا ريت اللي عنده كلام سلبي يقوله، واللي عنده كلمه حلوه ينقطنا بسكاته. هو مين ده؟ هو الكابتن ده؟ بص يا اسطى، طالما بص انا عندي مبدا امشي بيه. طبعا دي حاجه ايه، ده بالنسبه لي مبدا، انا بالنسبه لي كحقيقه ما اعرفش يعني. طالما هو ما بيأذيش حد يا جماعه مع نفسه، بس هو في مشكله هنا ان هو هنا بيأذي حد فعلا. هو ممكن عيل صغير يشوفه يقوم مقلده، ودي حاجه مش حلوه يعني. تمام، فنترك الامر لوزاره الداخليه الحبيبه. شوف انت لو هو ده يليق سيبيه، ما يليقش برده وما يليقش. تحيا حكومتنا وتحيا مصر. يا بلادي انا بغني وانا يا بلادي يا اغلى البلاد يا بلادي. قلت يا خبي على علم منتخب انجلترا اغنيها وبعد كده يا شيل. اللي بعده العين فهمتها بدل العين السخنه العين ومش ولا بد يعني. حلو لذيذ. اللي بعده لما قرر اعمل زي الناس الناجحه واخد دش ساقع الفجر. لا انا يا جماعه اكتر حاجه بكرهها في حياتي ان انا اخد دش ساقع بجد. الفجر بقى ومش الفجر، ما اقدرش والله. يعني بقالي بتاع مثلا 4 ايام ما استحملتش لحد دلوقتي عشان ما في الدش السخان بايظ. ودي حاجه معفنه، عارف ان اقولها لكم، بس يعني مش غراب يعني، عادي يعني انت اكتب تحت في الكومنتات دلوقتي انت بقالك قد ايه ما استحملتش بجد. مش عشان انت تبان نظيف، انت كده معظم الاكونتات اصلا ما بتبقاش ظاهره. انت بقالك قد ايه ما استحملتوش بجد. بس نسبه كبيره البنات بيستحموا كتير يعني، هو الولاد احنا اللي معفنين. فعليا بجد. لا انت كده، لا ده كده انت كده ماشي. بعد ما قطعت الكابل في الجيم ولقيت الكابتن جاي ناحيتي. انا سيخ شاورما هيعمل ايه على الجهاز بتاع اللف ده؟ وده شكله جيم بلدي، فهو اصلا الكابتن ده واخده ورث، اصلا واخد الكابل ده ورث، فهيجي ياخدك انت، تحطك انت كابل ذات نفسه. اللي بعده سانوس. عارفين سانوس؟ بجد والله العظيم اقسم بالله سانوس الجلاز بتاع ونفس البيلد والجسم بتاع سانوس برضو. ده حجر قوه ايوه، وده حجر الزمن دي يا عم بس سانوس يا عم، يا بختك يا عم. اللي بعده جماعه الفلتر كان لاقط على الحيطه. انتوا متخيلين ده الفلتر قرا ان ده وش بني ادم. في حد كاتب كومنت بالتركي. اللي بيفهم تركي يا جدعان يترجم لنا ايه المكتوب. تمام يلا بينا نخش على اللي بعده. في مصر بتعمليها ازاي؟ طبعا، والسؤال اللي في راسي ازاي، صح اكيد يعني. والسؤال اللي في راسي
لا متصدقه عادي، متصدقه عادي. ليه بقى؟ عشان اصلا العربيه البي واي دي اصلا على بعضها بتاع مثلا 400 كيلو اصلا. الحصان اتقل منها مبدئيا يعني. بس برضه بتعمليها ازاي؟ يعني ازاي رفعوها هنا؟ طيب انا بجد انا عايز افكر ازاي رفعوها حطوها على عربيه كارو بجد، ولا دي عربيه مسروقه ولا ايه؟ اللي بعده يا عم، اللي بعده. لازم وزاره الصبار تتدخل. تعرفين يا جماعه، انا حاسس ان الفيديو ده انا هاخد عليه استرايك. والله الفيديو ده يقول لي تعذيب كائن حي، فاهم؟ عارفه يوتيوب لو اديت لي استرايك اقسم بالله والله هطلع سيديهات. انا معايا سيديهات على اليوتيوب من الاخر، انا بقول لك اهو. اللي بعده. انت منك بشري؟ ابدا، زي من الفضاء على لا 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 انتوا عارفين انا رد فعلي هنا ايه، بس مش هينفع اتكلم عشان خايف من الاسترايك اللي لسه بقول عليها الفيديو اللي فات. اللي بعده. هي بتقول لك انها زهقت من ساعه العيد كل يوم بتاكل لحمه. ابوك هو بيحدد مين اللي هيتعشى النهارده. يا رب ارزق كل واحد حالته ماديه ضعيفه يعني، بس يتعشى واحد بيتعشى يعني. هيختار ازاي بقى؟ حامد. لا هو حامد بس هو ورك واحد اصلا يا دوب. يا عم ربنا يرزق كل مشتاق يعني. عايز بقول عمره، بقول واحد يتعشى. شبيه محمد حمدان، شبيه عبد الباسط حدوته، شبيه ابو حفاضه، احتياطي بشر غير طبيعيين. هو ده شبيه محمد رمضان يعني. ده والله يعني في محمد رمضان تاني اللي هو العضلات ده شبيهه. ده بقى شبيه ثانيه. هو ده هو ده عبد الباسط حموده. يا نهار ابيض. شبيه ابو حفاضه معاه ايفون 17 وانا مش معايا. والله شخت خالص. اللي بعده. سعودي اعمى، شخص عادي يتكلم عن المكواه. مكوتك الجديده تشيل من عليها اي حاجه لازقه او متوسخه من ورا. انا هقول لك ازاي. هنجيب معجون السنان ونبتدي ندهن على الحتت اللي مش نظيفه، وما نسيبش حته غير لما نكون دهنا عليها، وبعد كده نحط الفيشه ونشغل المكوه ونسيبها تسخن من 3 ل 5 دقائق. في خلال الوقت ده هتلاقي المعجون ابتدى ينشف على المكوه. هنجيب بقى كذا قطنه ويكون طبعا نوع سميك جدا عشان حراره المكوه، ونمشي على كل الحتت اللي احنا حاطين عليها المعجون. وبعد ما المكوه تبرد ممكن نمشي عليها بقطن تاني مبلول ميه للنظافه الاخيره. وطبعا النتيجه زي ما انتم شايفين هتخلي المكوه ترجع جديده ومش هيبقى موجود عليها اي اثار. انا مش فاهم لو عايز ايه علاقته بسعودي اعمى يعني، وفي 34,000 واحد كاتب يعني. اي سعودي او عايش في السعوديه ترجم كومنتات يلا. ايه ده؟ يا حكم اقسم بالله جامده والله العظيم. الله العظيم كريتيف قوي. هو ما عندهمش كروت حمراء وصفراء، فجاب واد لابس اصفر رفعه. طردوا. دول بيلعبوا كرة كأس العالم الجديدة يا جدعان. ماشي اللي بعد. أخطاء الغير كتير. اهو دخل يمين فجأة. توقع خطأ الغير. العربيات اللي قدامي كلها ممكن تقع فجأة، عشان كده دي حقيقة. في حاجة اسمها مسافة أمان. فعلا دي حقيقة، لازم يبقى في مسافة أمان. خبطت؟ هي لا ما خبطش. هو في إيه؟ مسافة الأمان، ما تتكلمش كتير. يلا خد. أنا نفسي أقابل الست دي وأنا سايق. استنى، هي دي جيب رانجلر؟ تقريبا دي جيب رانجلر. أنت بتعلميها على جيب رانجلر يا بني آدمة؟ يا نهار أبيض. الحركة اللي حصلت دي كانت ممكن تطير عربيتين تلاتة. مين اللي غلطان؟ أنت اللي فرملتي مرة واحدة مع كامل احترامي يعني. طبعا دول ان هو حد ذكي وشاطر. هو حد اللي ورايا. مش غلطتي يا منى، هو كسر قلبي اللي كسر اللي قدامك. والله انت اللي غلطانه. كله الفيديو ده كله اخطاء اخرين. اخطاء اخرين. مش قوانين في السواقه، مجرد انه يضايق. لا احس يا جماعه، بص، السواقه ما تجيش بالتعلم، السواقه بتيجي بالتجربه. دي حقيقه يعني، دي عن تجربه يعني. انا بالليل وانا بحاول اكلم، وانا في الحلم وانا عندي الجاسون. ده ينافس الدماغ بتاعت اللي كان بيرقص بقى على الحافه ده. بصوا البنات قاعده مستعجبه يا جماعه. احنا كرجاله اقسم بالله بنعمل كده يعني. انا كنت في القاهره، كنت في بنزينه اسمها تشيل اوت يعني. فطالع، فالعيال قاعدين بيهيصوا، قمت وجيت وديت معاهم، فاهم؟ والسلام عليكم وعليكم السلام، ولا يعرفوا اسمي اصلا. اللي بعده بيقول لك الاكل بيتاخر ليه؟ قاعدين في ديسكو. بص، وده اصلا ده واحد طالب اصلا. والست البنت مستعجبه. احنا رجاله يا جدعان والله مخنا ابسط من كده يعني، اقسم بالله. بيقول لك رمز جوال امي مقفول بالقفل. كان نفسي اخد ده واخد ده، بس يا خساره مقفول بالقفل. انا امي عامله الباسورد. امي عامله الباسورد ده ايه؟ امي عامله الباسورد ده تاريخ ميلادها يعني. انا فضحت يعني، لو حد سرق موبايل امي اعرف ان هو من المتابعين، عشان انا قلت لكم بقى. بس انتوا ما تعرفوش عيد ميلاد والدتي كام سنه يعني. ماشي طب الحمد لله. اقعد بقى حذر بقى التواريخ بقى. اللي بعده بيقول لك الاغنيه اللي هتشتغل بين الشوطين واحنا شايلين 5 من بلجيكا. لسه قايل لكم ايه من الاول؟ غلي يا بلدنا علينا.
وهتفضل في عينينا. لا حتى خسرنا يا جماعه، مفيش غير المنتخب البرتغالي اللي هنشجعه. بهزر طبعا، لازم نشجع المنتخب المصري، ولكن المنتخب البرتغالي برضه. ايه ده؟ نشيل المنتخب البوسني. عشان بوسه يعني بوسني. ها اللي بعده. يا جماعه انا في الساونا. انا مبسوط قوي. ابويا انت بتتسلق، ابويا اطلع. ايه يطلع؟ اللي في الساونا يقول انا في الساونا. بس ابراهيم مش معانا. وانت ليه ابراهيم يبقى معاك في الساونا؟ انت بنبقى بلابيس في الساونا اصلا. اللي بعده يا عم. لا اله الا الله على المناظر، لا اله الا الله محمد رسول الله. يا ابو لحيه وسيم، فين اللحيه؟ ده بص 6 باكس يا جماعه، 6 رغد. صباح الفل زوجة ياسمين، حضري لي الفطار بقى واتي على السرير. انا محرج. اللي بعده. هو ده محمود تاني بجد. يا جماعه تعرفوا ان هو من السويس، وانا كنت في السويس من حوالي اسبوعين 3 كده. انا يا ريتني كنت افتكر ان هو من السويس، كنت رحت قابلته والله، عملت معاه فيديو. بيقول لك من فضلك اغلق الباب باحكام منعا لدخول الكلب. يعني كده الكلب بره ولا جوه؟ يعني احنا اللي بره ولا انتوا اللي جوه؟ ولا هم اللي جوه؟ مش فاهم. اللي بعده. الفيديو اللي قبل الاخير معانا يا جماعه. ضعيفه امسك يا هريدي، اخيرا هريدي. هوبا يا هريدي، روعه يا ابني. ايه يا معلم، انت النت عندك ضعيف ولا ايه؟ رايح فين؟ دخل الجول. يا نهار ابيض. بس يا جماعه بصوا، ده ايه فيديو في جامعه اغنيه، فاهم؟ فايه مش كان في جامعه اغنيه اصلا دلوقتي، بس اللي هو قصدي بتكلم ان هو جامعه اغنيه، فالدنيا هناك بتبقى بيض يعني. ماشي، بقول لكم كفايه قوي كده يا جماعه. بس كده يا شباب، ده كان فيديو النهارده. عجبكم الفيديو صلاه بوحد الله. ما تنساش اللايك للشباب. نوصل النهارده 10000 لايك، وشارك قناه الشركه توصل النهارده 2000 مشترك، وشارك على جروب الواتساب زي ما قلت لكم، هنزل فضايح هناك. بس كده صلاه بوحد الله. وتيوب بيقول لك الفيديو جامد جدا، روح اتفرج عليه. ما تفوكس يا عم عليا، بيقول لك الفيديو جامد جدا، روح اتفرج عليه.